بسم الله الرحمن الرحيم. مراجعة سريعة لطبعة اتش بي ليزر جيت برو 400 ام 425 اتش بي ام 425. البرينتر دي زي ما احنا شايفين كده فيها طباعة وتصوير وسكانر وفاكس، فيها دوبلكس بتطبع وش وظهر اوتوماتيك، فيها نتورك لو حضرتك عايز توصلها بالراوتر وتطبع من اللابتوب من غير اسلاك مباشرة. فيها فيدر لسحب الورقة اثناء التصوير من فوق من هنا، ياخد حوالي 50 ورقة، بتسكان وبتعمل تصوير من على الازازة. الدرج بتاعها بياخد حوالي 350 ورقة، وفيها درج مانيوال هنا للطباعة على الورق التقيل لحد 220 جرام، بيتفتح زي ما احنا شايفين كده، بياخد حوالي 50 ورقة. اهم مميزات البرينتر دي هي الكارترج بتاعتها، تشال بالطريقة دي. الكارترج دي سعرها جديدة 300 جنيه، بيعاد تعبئتها في حدود 150 جنيه، تطبع حوالي 2500 ل 3000 ورقة. لو معايا اكتر من ورقة محتاج اصورها، ممكن احطها على الفيدر من فوق كده. مجرد ما بحطها بلاقي حاجة هنا اسمها فايل لودد، تمام. لو شلتها بترجع ريدي تاني، لو حطيتها بترجع فايل لودد. يعني هنا في سنسور بيقرا لو في ورق موجود على الفيدر من فوق بيسحب منه، لو مفيش بيقدر يسحب من على الفلات بيد من تحت. لو انا حابب اصور ممكن اختار كوبي، ستارت كوبي، وهكذا في الاسكان. لو معايا ورقة محتاج اصورها وش وظهر، هنفترض ان الوش هنحطها هنا كده على الازازة، وبعدين هندخل على كلمة كوبي سيتنج. في حاجة هنا اسمها تو سايد، هي معمولة وان سايد تو وان سايد. هدوس هنا كده لحد ما تظهر تو سايد لتو سايد، وهدوس على كلمة ستارت كوبي. كده البرينتر هتاخد الوش الاول وتقف، تطلب مني ان انا اقلب ظهر الورقة. هنختار ورقة تانية زي دي مثلا، وادوس اوكي كده، ياخد الوش التاني. دون كده خلاص. كده البرينتر هتطلع الورقة وبعدين تسحبها تاني تطبع ظهرها، والنتيجة في النهاية الورقة متصورة وش وظهر اوتوماتيك. البرينتر فيها مدخل يو اس بي للطباعة مباشرة من الفلاشة من هنا. هركب الفلاشة هنا في المكان ده، ظهر مجرد ما ركبتها على طول ظهر كل حاجة هي على الفلاشة. لو انا عايز اعمل سكان او عايز اعمل برنت، ممكن ادخل برنت هنا كده، ادور على اي فايل موجود عندي بي دي اف اللي هو زي كونتراكت ده مثلا. لو دوست عليه برنت هنا لو حابب اخد سكان على الفلاشة، احط الورقة مثلا هنا، وبعدين ادخل لكلمة سكان واقول له سكان تو يو اس بي، وبعدين هدوس سكان. كده الفايل هاز بين سيفد. كده الفايل راح، الورقة دي راحت عبارة عن ملف بي دي اف على الفلاش. اقدر في اي مكان تاني او في جهاز الكمبيوتر استخدمها.